بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم عرفة السيد، فني ميكانيكي. تمام. النهارده هنتكلم عن قلة العمر الافتراضي للفيسبا الصباط. تمام. طبعا قلة العمر الافتراضي بيرجع طبعا لأنواع الطلبات نفسها، قطع الغيار نفسها اللي هي السلندر عامة، يعني ايه بالاخص السلندر بالبستم. طبعا في حاجات اصليه، في حاجات مضروبه، وفي حاجات طبعا اصليه. في حاجات طبعا اصليه ايه دي بيبقى عمرها اطول شويه. فاهم. الحاجه التانية طبعا الزبون المفروض ان هو بيراعي المكنه بتاعته بتغيير الزيت طبعا باستمرار، ونوع الزيت برضو، نوعيه الزيت يعني ايه باستمرار؟ كل قد ايه مثلا؟ كل قد ايه مثلا؟ كل مثلا 500 600 كيلو. مش كل 1000. لا مش كل 1000 كتير على المكنه. مم. تمام. ده زائد الفلتر نفسه. الفلتر ده طبعا بيتعمل صيانه عامه من عن طريق الفلتر. فلتر الزيت نفسه بيتغير. كل قد ايه اصلا؟ الفلتر الزيت مثلا كل 3 4 تغييرات زيت، يعني 2000 كيلو مثلا 3000 كيلو غير فلتر زيت. ده لو فلتر اصلي. الفلتر الاصلي لكن الفلتر اللي هو العادي اللي لا بيتباع كل رخيص ده. تغييرتين كده المفروض ان انا اغير فلتر. تمام. تمام. طبعا الحاجه يعني السلندر عامه برضو بالبستم ليه، يعني في انواع كويسه في السوق وفي حاجات مضروبه. مم. ده طبيعي طبعا في اي قطع غيار. ده في اي طبعا في اي قطع غيار طبعا. طب انا عشان عايز اطول العمر الافتراضي اعمل ايه؟ يعني انا كراكب فيسبا مثلا او كراكب البايك ده اعمل ايه عشان احافظ على العمره دي؟ تحافظ على انك تغير. اول حاجه غير زيت كل آه. 600 700 كيلو. كل تمام. 600 700 كيلو غير والفلتر زيت. لو اصلي كل 5 6 تغييرات. كل 5 6 ولو الفلتر من الشعب الموجود كل تغييرتين. تغييرتين. ده تمام. طبعا يعني بيحافظ على ايه، بيحافظ على عمر المكنه وكده. تمام. طيب ايه تاني اقدر يعني احافظ عليه بحيث ان يعني اطول العمر الافتراضي بالنسبه للعمره؟ تطول العمر. يعني بحط قد ايه؟ مش المفروض بحط 800 مللي؟ 800 كيلو الا يعني الا 200 جرام لكن ما كده. ما ازودش، مش زياده الزيت ده حاجه حلوه. لا طبعا، لا ده بالعكس بيضر المكنه زياده مم. الزيت. طبعا طبعا. بيأثر على الألسات لازم 800 مللي بالظبط. اه يعني ايه ده نقطه مهمه جدا بس اعرفها انت اه اتكلمت فيها، ياثر على الاويل سيل. بيأثر على الألسات. بمعنى ايه تاثر على الاويل سيل؟ بيضرب طبعا الزيت، طبعا بيزيد فبيطفح من عند بيطفح من عند اي ألسات. بسبب ايه؟ بي... بسبب الضغط يعني؟ ضغط الزيت طبعا. ضغط الزيت طبعا زياده عن اصل حقه. في ميكانيكي يقول لك انا احط يا عم لتر ده بزياده احافظ على الموتور. لا طبعا لا. هو المفروض انها 800 جرام، يعني 800 جرام بالظبط. ملي. 800 مللي جرام. تمام. طب ابعد عن السايب ولا عادي يستحسن ان هو الزيت يبقى مبرشم طبعا. الزيت اللي هو الشل احمر، سوبر موبيل، الحاجات اللي هي معروفه. الحاجات اللي هي واجيبها من مكان موثوق برضه اصلا. عشان في طبعا في حاجات ناس بتضرب الزيت ده طبعا. لان في زيت قبل كده كان واحد جربه خلى البي ال قفش في الكرانك بتاع، حاسس انه عليه جملكه. ده اكيد طبعا في حاجات كتيره في السوق مضروبه طبعا، هي دي بتاثر طبعا، بتضر المكنه بتاعتي. طيب بالنسبه لموضوع البنزين، البنزين اللي فاز بالصوب ناس كتير قال لك بنزين 80 يقلل عمرها، ده فعلا؟ بيأثر على الصباط، انما ال 90 بصراحه بنزين شويه يعني ايه كويس. 92. ال 92 عامه يعني بيأثر على الصبابات؟ بيحرق الصباط. بيأثر على الصباب، والكربراتير برضه بيأثر على الكربراتير. انما ال 90 طبعا بنزين نظيف. طب بالنسبه للبستم عادي الفيسبا بستم؟ من ناحيه البنزين البنزين لا عادي طبعا. عشان معلش مش على صبابات. ما فيش دوره ثنائي، فالبنزين ال 80 عادي شغال معاه. طيب ناس كتير احتارت في موضوع تغيير الكتينه. تغيير الكتينه الصباط. تغيير الكتينه الصباب، في كتينه ال من اصلي وفي كتينه نازله عريضه. ايه الفرق بين دي ودي؟ وامتى اركبها اصلي وامتى اركبها عريضه؟ امتى تركبها اصلي وامتى تركبها يعني عريضه؟ العريضه طبعا لما تبقى البليه مثلا شداد الكتينه مثلا في مشكله. تمام. البليه مثلا مبوشه اللي بتاع ترس التقسيمه. بس المفروض الحاجات دي اساسيات، يعني انا براجع عليها وانا بغير كتينه. لا ماشي. ببص طبعا على البليه اللي هي البليه بتاع ترس التقسيمه. تمام. والشداد البلف نفسه ليه دور برضه في ان هو طبعا ممكن ياثر على الكتينه. يعني ببص على بليه. البليه دي طبعا بنبص عليها. تمام. اللي هي البليه اللي هي بيركب فيها طبعا الترس نفسه بتاع الاكس. الاكس بيركب فيها الاكس دي لما بتبقى مبوشه بتاثر طبعا. ده اكس الكتينه؟ ده اكس الكتينه ودي ممكن توضحها بس شويه؟ ده اكس الكتينه ودي البليه نفسها اللي هي ايه بتاعت الترس. يعني لو دول مبوشين احط كتينه عريضه؟ تحط الكتينه العريضه. تمام. وزائد البلف نفسه اللي هو شداد الكتينه، البلف نفسه ليه دور برضه. بلف الكتينه وراكم هو ده اللي في اللي تحت. دي بنقول عليها اللي هي الجرايد نفسها، الوساده اللي هي بتاعت الكتينه. انما ممكن بتكلم تغيرها نطفي شغال؟ اللي هي الجرايد دي بقى نفسها. لو يعني دي اعرف انها بايظه. بتبقى نحره طبعا، بتبقى نحره، وفي منها بيبقى مكسور. بتبقى نحره في المكان اللي هي بيمشي عليها الكتينه نفسه. بس منحوله. منحوله نفسها. بس انا برضو يعني بتكلم على البلف نفسه اللي هو ايه السكس بقى الاكس.
ولا السكس بلف؟ السكس بلف نفسه. السكس بلف آه. تمام، يعني برضو ليه عامل السكس آه. وراك في برضه دور بعينه هو ده صفرا، اللي طبعا ممكن تفتحه وتوريه لنا. هو ده 6 البلف اللي هو السكس بلف نفسه اللي هو بتاع الكتينه. المفروض الكتينه في ناس بيسموه الرداغ. هو ليه كذا مسمى، انا عامه بنقول يعني عليه شداد كتينه، والشداد دوت هو 6 بلف معروف تمام. عند اغلبيه ده الناس. برضو 6 بلف. ده طبعا الكتينه المفروض اللي هي ما بترخي، هو ده اوتوماتيك يعني بيشد الكتينه لنفسه. طبعا ده لو كتينة. شداد كتينه. المرتله دي اسمها ايه؟ يعني اللي هي دي الجرايد نفسها بنقول عليها جرايد كتينه، لكن هي مش شداده الكتينه. لا شداد الكتينه هو ده. طبعا ده اوتوماتيك بيشد الكتينه اوتوماتيك. طبعا رداد. لو خرف طبعا بتخلي الكتينه تعمل صوت. طب يعني انا الكتينه العرضيه اركبها في حاله لو كل ده مبوش، لو كل ده مرتخي، فبحط اللي هي الايه الكتينه العريضه. الكتينه العريضه مش ما بركبش الاصليه. لا بركب كتينه عريضه بتشتغل يعني. لكن لو الاصليه لو المكنه كلها فابريكا، لو المكنه حالتها جديده بصراحه بركب الاصليه. يعني في ناس بيجي يجي يقول لا خد الاصليه، يقول لك لا انا عايز الكتينه العريضه. لهدف وراك معين. برضه لهدف علبه صفرا دي لهدف ممكن معين تفتحها وتشوفها. الكتينه العريضه دي لهدف معين. بتبقى المكنه يعني ايه يعني اتفكت كذا مره، فدي بتساعد. لكن لو الكتينه العاديه او التيومه ما تظبطش معاها، لما في حاله المكنه تبقى تعبانه، لا الكتينه افضل الكتينه اللي هي العريضه. بتبقى عمرها يعني معنى كده وسط كلامك ان حتى لو المكنه جديده ما ينفعش تركب لها عريضه، ولا ينفع؟ عادي هتشتغل، بس يعني يستحسن الاداء لو هي المكنه تعبانه. المكنه تعبانه بركب لها الكتينه اللي هي العريضه. تمام. طب موضوع ان البستم بيدخن بسرعه ده بسبب ايه؟ هل بسبب اللي هو الدخان اللي بتطلع من الشكمان في المكن الرباعي عامه؟ لا ولا الثنائي؟ لا في المكن الرباعي السبوع. بيقول لك المكنه دخنت ليه يعني هل ده ليه علاقه بجوده البستم بالسلندر، ولا ليه علاقه بالعمره نفسها والزيت والكلام ده؟ بالجوده نفسها. الجوده نفسها، وطبعا الصنايعي برضه اللي شغال ليه دور برضه في ان هو بيقفل حاجه صح. كتقسيمه شنابر. كتقسيمه شنابر. الشمبر طبعا ليه تقسيمه، كل شمبر يختلف يعني ايه اتجاهه، بيبقى فتحته مختلفه عن التاني، بيبقى اتجاهه غير التاني. بس دي حاجه، والحاجه الاساسيه والاهم ان الجوده نفسها بتاعت الحاجه ليها دور. طيب دلوقتي واحد بيركب بيستم سلندر، المفروض ان هو بيستم سلندر اعلى جوده في السوق، برضه المكنه بتدخن، بيرجع يبقى السبب الثاني ايه بقى؟ بص بقى على الخزنه فوق، على اللي هو وش السلندر من ناحيه مثلا في ألسيس بواب، في الألسيات نفسها. يعني ألسيس بواب قطعه الكاوتش الخفيفه دي تبوظ العمره؟ تبوظ العمره طبعا. الألسي نفسه بيبقى ليه دور طبعا في حبس الزيت. يعني القطعتين دول بيبوظوا العمره؟ طبعا دول ليهم دور طبعا في ضبط ايه في المكنه. يعني ممكن افتح الموتور بسبب دول؟ احل وش. ممكن بس تقربهم شويه؟ احل المكنه عشان خاطر الألسيات زي كده. تمام. الألسيات ممكن دلال عندي برضو فيها مشكله، الدليل نفسه بتاع القاعده في الخزنه نفسها في وش السلندر. بس في انواع في السوق نازله كده من غير سوست، هل دي ارضى؟ لا السوست احلى. فين السوسته كده ممكن تقربها شويه؟ السوسته كده ايه اللي هي تبقى في طرف الألسي نفسه. تمام. بيبقى لها دور عامه. يعني معنى كده ان حتى قطع الغيار نفسها طبعا حتى يعني بغض النظر عن صغر حجمها برضه بتاثر على العمر كله. طبعا لازم الحاجات دي حاجات مبنيه على بعضها. المفروض ان هي الحاجات الصغيره دي بيبقى الواحد يعني ايه بيدقق فيها. يعني البست يعني الدخان البيضه دي مالهاش، يعني ممكن ما تبقاش بست سلندر اصلا. ممكن تبقى ايه؟ يبقى ألسي مثلا، يبقى ألسي. ألسي اللي هو الصباب دوت، يبقى الدليل نفسه بتاع القعده في الصباب نفسه الدليل مدوش. تمام. لو كده برضه هيخلي المكنه تدخل تعمل نفس مشاكل دي. طب الدخله تيجي كده، احنا ذكرنا اول سبب البست سلندر خف صح؟ السبب الثاني هي الألسي الصباب. الألسي الصباب اللي معاه. تمام. والسبب في اسباب ثانيه ولا دول بس؟ في الدليل طبعا، الدليل نفسه اللي هو بيركب فيه الصباب. في الدليل نفسه اللي هو في وش السلندر. وش السلندر ده فيه هنا مكان الصباب نفسه في دليل كده. الدليل ده برضه لما بيبقى مبوش طبعا، لو بتاع الشكمان نفسه مبوش هيعمل معاه دخانه. يعني ده ثالث سبب للدخنه البيضاء. وطبعا بتاع الكربيراتير هيخلي المكنه مش منتظمه ابدا في البنزين، هيروح لها بنزين زياده والمكنه تبقى ملخبطه على طول. انما السبب الرئيسي يعني في الدخان عامه بيرجع من السلندر بالبستم. تمام. تاني حاجه رقم 2 رقم 2 اللي هي الصباب. تمام. بتبقى حصل لها ايه بقى ألسات الصباب دي؟ طبعا من السخونه طبعا بتبقى نشفت الألسي دوت، وبيخف نفسه في الصباب نفسه، في نزله الصباب يبقى مبوش. تمام. يعني دول الثلاث اسباب بسبب دخنت على موتور الفيسبا الصباب. على موتور الفيسبا الصباب. طيب معظم الناس اللي بتعمل عمره الموتور بيقول لك المكنه ما بترجعش زي الاول، هل ده الكلام ده صح ولا برضه عيب تقفيل؟ لا عيب تقفيل.
بيبقى تقفيل يعني بالنسبه للصباب عامه، لو خلفت سن التقسيمه مثلا، قدمت منه سنه ولا اخرت المكنه، مش هتبقى مظبوطه. والبضاعه وجوده البضاعه نفسها لها دور. يعني هل دلوقتي بامكانك ان انت تخلي عمرة الصباب عمرها افتراضي طويل زي الاصلي، زي الفابريكا بتاعتها؟ بأمر الله، لو الزبون هيجيب الحاجة الأصلية وميكانيكي يعني متمكن من نفسه في الشغل، هتيجي هتجيب بأمر الله، هتجيب اللي هي يعني معنى كده معظم الناس اللي بتقول ان العمر الافتراضي بتاع الفيسبوك لو اتفتح الموتور ما رجعش زي الاول، ده كلام خاطئ؟ لا خاطئ طبعا. مم. خاطئ. هو بيرجع للحاجة اللي هي جودة الطلبات نفسها. ان الطلبات، في طلبات كتيرة في السوق بالنسبة للصباب بالذات مضروبة. دي طبعا بتزعل ايه، بتزعل طب نفترض جبنا بضاعة اصلي، نعم. لو مثلا اللي راكب الفيسبوك جاب بضاعة اصلي وبرده عمل دخن، يبقى كده عيب ايه؟ عيب صنايعي، يبقى كده عيب تقفيل. يعني معنى كده الكلام ده مش صحيح. ما هو الفيسبوك ممكن طبعا ترجع على وضعها الطبيعي. طبيعي طبعا، دي دوره ميكانيكيه، وانا طبعا طالما هو واثق في من نفسي في الشغل والكلام دوت، خلاص هو حاجه طلبات اصليه، دي هتطلع سليمه باذن الله. طيب في برضو اخر فقره هنقولها، هي فقره لو واحد عنده سلندر اصلي، في ناس يعني بترشح له ان هو يخرج بيستم، هل ده صح؟ لو السلندر اصلي، حتى لو السلندر اصلي، لو السلندر اصلي عادي 0.50 بيتخرط عادي، طالما مخرطه برضو شغل مخرطه نظيف بامانه، خراط يعني محترف متمكن، متمكن من نفسه، بيرجع السلندر تاني كما كان هو بيشتغل. لكن لو تايوان او هندي لا بنقص، يبقى انا اجيب سلندر جاهز احسن. انا اجيب سلندر. لكن لو السلندر اصلي بتاع الفيسبا برجع يعني، بننصح الزبون ان هو يجيب بيستم بيشتغل برضه، يعمر معاه شويه. بيتخرط. بيتخرط طبعا. تمام، شكرا جدا يا